عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة رجعنا بطريقة يعني ازاي ننسخ اللي هو شعار فريق معين او اللي هو اطقم بتاعه. طبعا من ملف كده، الملف من الدوري المصري في جميع اطقم وشعارات الفرق الدوري المصري. فازاي ننسخها، ننسخ الشعار، ننسخ اللي هو الاطقم، ننسخها كده ونعمل لصق ونلصقها في اللعبة، وده اللي هنعرفه دلوقتي. فقبل ما نبتدي ما تنساش تحطوا لايك وشير سبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا هسيب لكم رابط تحميل الملف هتحملوه طبعا من على ميديا فاير، وهيبقى اسمه اف تي اس 2021 او 21 كيت ايجيبشن ليج، وحجمه 8 ميجا بايت، داخل على 9 يعني تقدر تقول 9 كده يعني. فطبعا او اول ما هتحمله هتدوس عرض، هتقابلك مشكله. طبعا هقولها لك دلوقتي، هتفتح هتبص هتلاقي الدنيا ما عامله لك كده. اوبا، ايه ده ما عامل كده. بس قبل ما اقول لك نسيت، قبل ما نقول الطريقه ونعمل ايه وكده، نسيت اقول لك حاجه. اللي هو لازم تكون بعد ما تحمل البرنامج يكون عندك الملف ده للمعلومه بس. فطبعا هتدوس عرض وتفتح وكده، هتلاقي الصور مش باينه. فين الاطقم، الشعارات اللي مش باينه؟ ايه ده، بايظ ولا في حاجه؟ لا، مش بايظ ولا حاجه، عادي. بس انت لو جيت تعمل فتح برضو هتلاقي الصوره زي ما انت شايف كده، مفيش. بص عامله ازاي. يا ف فانت طبعا دي مشكله. فده غير ازاي ان احنا هنعمل لها نسخ ولصق وكده. هقول لك الحل. ما اوعى تخاف. تعمل ايه بقى؟ بالطريقه دي تدخل كده في الملف اهو، تعمل عرض بالملف كده زي ما هو، تعمل له نسخ واندرويد وداتا، وتعمل لصق، وهيظهر لك كده اهو شكل كده كده فاضي. بص، ايوه لقطكم ظهرت. ولما ننزل تحت شويه هتلاقي شعارات الفرق ظهرت كمان. حلو. طيب نيجي في الخطوه اللي بعدها، ازاي ننسخ الشعار مثلا ده الزمالك وانا عايزه احطه عندي. وكمان ترى بتشتغل دريم ليج واف تي اس، المعلومه طبعا. فازاي نرجع لموضوعنا، ازاي بقى ننسخ كده الشعار الفريق ده ونعمل له نسخ ونلصقه في لعبة اف تي اس تلزقه. فانا هعمل ايه؟ لازم يكون عندك برنامج ميديا فاير. هقول لك انا ليه دلوقتي. اهو زي ما انت شايف كده ميديا فاير اهو، تعمل تسجيل دخول، وبعدها تدوس كده، تدوس ضغطة مطولة، مش ضغطة كده واحدة، لا تدوس ضغطة مطولة، تلاقي مشاركة ميديا فاير. طبعا هو كده هتلاقيه كتب لك ابلودنج لانه بيترفع على الميديا فاير. بعد بقى ما ترجع طبعا، دي برضو اطقم انا كنت عامله عشان بستخدمها في صناعه اللعبه بقى وكده. فكأن انت اول ما تدخل ولا الحاجات دي ولا كأن كل الحاجات دي اصلا هتظهر لك، لان الحاجات دي انا بس عامله عشان كنت بستخدمها في صناعه باتشات بقى وكده. انت بقى هتكون لسه داخل طازه، هتلاقي البرنامج فاضي اصلا ولا في اي حاجه من الحاجات دي. طبعا البرنامج اول ما تحمل الصوره، لما اتحمل هتلاقي كده شكله. انا طبعا كنت بستخدم زي ما قلت لكم عشان بصنع باتشات كده، فهترفعه هيكون بعيد تاني، هيكون لسه ما عندكش اي صورة ولا عندك اي حاجة. فانت زي ما انت لما كده، زي ما انت شفت كده، لما عملت مشاركة وعملت ميديا فاير، هو هتلاقيه رفعه وهتلاقيه بالشكل ده، مش هتلاقي ولا اي حاجة وكده. بقول لكم عشان تبقوا عارفين. فتعمل ايه؟ تدوس كده وتدوس على اللي هي دي كده، دي اللي هي جنب السهم، وتعمل طبعا لو انت عندك اللي هو فونكس ماشي، ولو عشان اختصر الموضوع. لكن في العادي تعمل اصلا، تعمل نسخ لحافظه. لو كان عندك فونكس تدوس عليه عشان اعمل لك على طول. لكن اسمه ده انت في الغالب مش هيبقى عندك فونكس، فتقوم عامل نسخ للحافظه، وتروح على جوجل اللي عندك وتعمل كده
هيظهر لك بالطريقة دي كده شعر الزماج زي ما انتوا شايفين. تدوس على علامة الداونلود دي كده، تدوس كده، تقوم عامل كده ونسخ عنوان الرابط، ومثلا نروح نجربه في اللعبة. كنا عايز اسمه ده امسكه اعمله نسخ والصقه في لعبة FPS عندي في فريق، لو انا بعمل باتشلاء او حاجة، او لو انت عايز تعمل فريق ليك خاص في دريم ليج، لو كنت بتلعب دريم ليج تقدر تعملها بالطريقة دي. تدوس كده كده و بتعمل ايه مثلا. انا حاطه هنا عامله اهو، ده هو جاهز اصلا، بس كأننا لسه هنحطه. مثلا كأني عايزه احطه مثلا نجربه على اي حاجه عادي يعني، على اي حاجه، بس بجربه على اي فريق كده وخلاص عادي يعني. لما نيجي نعمل ايه ندوس كده ونعمل كده تخطى كده بس ل URL وهتلاقيهم كده. هتيجي تعمل كده دوس على ايه جيبت، اتعمل لك انها تقدر شعر الزمالك اتعمل. طبعا بقى تعملها نفس الخطوات مع الاطقم وتلزقه هنا، تدوس كده. طبعا ده الشعر، لكن زي ما بقولك تعملها مع الاطقم بقى، الزمالك اللي هو الاساسي والاحتياطي وكده، اللي هو هنا ده الحارس الاساسي والحارس الاحتياطي وبس. نكون كده وصلنا لنهاية الشرح، كنا وصلنا للنهاية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش باللايك والشير والسبسكرايب وبس. يلا سلام.